السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم ما تشوفوا في الفيديو متاع اليوم. توحشتكم برشا، رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. بالنسبة للروتين متاع اليوم صدقوني مازلت توا كي كملت صورته قلت هيا خليني نعمله المونتاج ونسجل الصوت ونهبطه ديريكت على القناة. ظهر لي أكثر من هكا نشاط وحيوية ما كوش باش تلقاه. هيك هاو الحق متاع ربي، اليوم قمت ناشطة الحمد لله، ان شاء الله ربي يديمها علينا نعمة. بحكم اللي انا رقدت بكري البارح، فاليوم قمت بكري، ربحت النهار من اوله حسيله. من اللي فقت الصباح فقت مع الفجر، صليت، قعدت شوية هكا مع روحي نتأمل فيك الطقس المزيان وفيك النسمة المزيانة بالحق. وانا عندي عصافر ديجا فوق السطح، عرفتوا كلي بالحق راوي يقصروا عليا النهار. والله كل ما نطلع نعطيهم باش ياكلوا ويشربوا ونقعد بحذاهم خاصة الفجر، يبدا ديجا الناس الكلها مازالت راقده هكا كعبتين وكعبه يبدو فايقين. بالرسمي محلاه الاحساس هذاك ومحلاه الجو هذاك. وانا والله قديش من مره حتى ولو يبدا ما عندي ما نعمل، نقوم بالذمه نصلي الفجر ونقعد هيك السويعه والسويعه وشويه وانا قاعده هكا وحدي نتامل، وقاعده هكا نحس فيك الاحساس اللي محلاه اللي حسس بالراحه. بالحق بالنوتات خياتي العزاز، بالرسمي لازمكم ديما تخموا في رواحكم وتخموا في بدنكم وتخموا في راحتكم. راهو صحيح الدنيا ولازم مشاغل الدنيا، ولازمنا نقضي ولازمنا ننظف ولازمنا نعمل ولازمنا نقدو، اما راهو زيد بدنا راهو عنده علينا حق. راهو انا بالرسمي مرات نوصل الوقت انه بدني يقول لي ستوب، بدني وحده يقول لي ستوب. بالرسمي ما عادش نجم حتى نولي حاشاكم نقف على ساقية. هذاك بالرسمي وقتها بدني راهو تعب على الاخر، وانا مانيش قاعده نعطي فيه فيك الفرصه متاع الراحه. مثالش راوكي انت في 24 ساعه تخصص لروحك نص ساعه ولا ساعه ولا ساعه غير ربع، انه انت باش تقعد فيها مع روحك، باش تشرب قهوتك، باش هكا تتامل الحياه متاعك، باش تحسب حساباتك، باش تنظم امورك وتنظم افكارك، راهو ما فيها باس. وراهو ما تقولوش يعني خاطر انا وحدي ولا انا معايا، لا ديما حتى معاك عائلة كاملة، حتى ولو معاك صغار، حتى ولو يعني لازم تخلق لروحك وقت. هكم تشوفوا تو العباد اللي دايرين بيكم، حتى تبدا هكا فما حاجه باش يعملها يقول لك لا انا تو راني باش نمشي، اول حاجه نمشي نعمل قهوه باغ اكزومبل، من بعد نمشي نقضي قضيتي، من بعد نمشي نخدم، من بعد ما نعرف شنو. هيك اللي تلقى العباد الكل عامله وقت الروحه، كان انت تلقاك تجري وتجري وتلبي في طلبات الناس الكل على حساب صحتك. بالرسمي ريتو الحكايه هذه نحيوها من مخاخكم جمله. كما قلت لكم الحق رقدت بكري البارح، قمت بكري، شربت قهوتي على روحي، فطرت الصباح، قعدت هكايا سويعه وانا نتامل، ما شديتش حتى التليفون، ما شديتوش بالكل، وقعدت هكي مع روحي، نظمت افكاري، عرفت شنو باش نعمل اليوم، شنو مانيش عامله، ومن بعد قمت توكلت على ربي. بالطبيعة بحكم اللي الدنيا سخونة قلت ما يفيد فيها كانت السياقة. أول حاجة عملتها نحيت الزرابة الكل متاع دار كاملة، وصبيت الماء وكل معطر في دار كاملة. ما نحكي لكمش على ريحة النظافة، ما نحكي لكمش على البرود، حسيلو نودكم ولا نشهيكم كما يقولوا. بالحق بالنوتات اللي وراها حاجة باش تعملها، واللي ما زلت ما سيقتش دويرتها، واللي ناوية هكا باش تعمل حاجة في دويرتها ومازالت هكا تتبوخل، اي عزيزتي نقول لك هيا قوم تشجع معايا، على خاطر بالحق الحاجة اللي تعملها راك ترتاح منها. بالطبيعة بعد ما تاخوك القسط متاع الراحة متاعك، هذاك رانا متفاهمين فيه. هيك هاو حسيلو قمت بردت الدار الكل، نظفتها، غسلتك الصابون، نشرته. اليوم قلت خليني نخلي الدويرة تلمع لمعان. الحمد لله نظفت الغبرة زادة، مسحت بيتي، مسحت الصالة، وتوا مانيش نرجعها بحكم اللي انا توا عندي مرمى في الدار الفوقانية، قاعدين نعاودوا في السال دو با. فما نحكي لكمش على الغبرة، ما نحكي لكمش على التراب، حاجة بالرسمي ما تخيلوهاش. فشنو عملت؟ نحيتك الزراب الكل حطيتهم على جنب،
وقلت باش هكاكا كل ما يكمل البناي الفوق هاكا نعمل تسييقه الفوق ونهبط بالماء كله للدار اللوطانيه في الدروج، نزيد نعمل تسييقه للدار هذيا. عرفتوا وكا اللي باش نخلي كل شيء كل يوم باش نعمل مسحه للدار. الزرابه نحيتهم على جنب بطبيعتهم باش يتغسلوا، قلت خلي يكمل الراجل البني ومن بعد نغسلهم الكل ونرتاح ونغسل الريدوات. اما توا باش نخليها هكايا، انا الحق في الصيف راني ما نحبش نفرش الفروشات. كملت سيقت الدويره الكل، من بعد مسحتك المرايتات الكل، كملت مسحت الدويره هاكم تشوفوا ديجا. والله ريتو كل ما نجبد بالركلات هاكا كل مره بالرسمي نجبد في بلاصه وننظف في بلاصه، وما شاء الله بالرغم راني كل يوم تقريبا نمسحها. اما الحمد لله تو يتعدى كل شيء. هكا هاو نحبكم برشا، ولهنا وصلت لنهايه الفيديو. اتري بيانتو، باي باي.